من امبارح لحد النهارده كل القنوات وكل الاعلاميين بيتكلموا على ضربة جزاء حسين الشحات. مفيش ولا موقع ولا قناة اتكلمت على ركلة الجزاء بتاعت عبد المنعم اللي كانت المفروض تتحسب والحكم ما حسبهاش. ودورنا كصفحات اهلاويه ان احنا ننشر ضربة جزاء عبد المنعم ونقول الاهلي كان حقه ضايع، ما كانش واخد حقه تمام، زائد كمية الفاولات اللي كان المفروض تتحسب والحكم ما كانش بيحسبها. كل المواقع الزملكاويه كلهم شغالين من امبارح بيحاولوا يثبتوا ان الاهلي كسب بالتحكيم وان ضربة الجزاء كانت هي اللي رجعته الماتش. احنا كان لينا ضربتين جزاء، امام عاشور وركلة عبد المنعم اللي واضحة وضوح الشمس، بالاضافة لطرد لكريم حافظ بعد تدخله بالرجل. لكن التحكيم ما انصفش الاهلي زي ما كل الصفحات وكل المواقع وكل القنوات بتتكلم من امبارح. هنشوف ان الاهلي هو اللي كان حقه ضايع، وضربة جزاء عبد المنعم خير دليل على اللي حصل ده. اديكوا زي ما انتوا شايفين دلوقتي الرجل متداس على الرجل وداخل منطقة الجزاء، لو بره تبقى فاول ولو من جوه تبقى ركلة جزاء، والحكم كان واقف في وضعية ممتازة تسمح له ان هو يحسبها.